جمعة وحدة الصف والإرادة الشعبية، إذ تشارك غالبية القوى والحركات السياسية بعد التوافق خلال اليومين الماضيين على تنحية المطالب الخاصة والتركيز على أهداف الثورة، وأبرزها رفض المبادئ فوق الدستورية وإيقاف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين، بجانب تسريع الحكم في قضايا قتل المتظاهرين ورموز النظام السابق. ورغم حسن التنظيم وخلو التجمع من أي احتكاكات، إلا أن بعض التيارات في ميدان التحرير انتقدت مخالفة جبهات إسلامية لما تم الاتفاق عليه باستخدامها شعارات تضمنت نقاطا خلافية. ولمتابعة مجريات الأمور في ميدان التحرير ومستجدات المظاهرات ينضم إلينا موفدنا أحمد هندي. أحمد، أوشك اليوم على الانتهاء، كيف هي أعداد المتظاهرين الآن في الميدان، وهل هي في تناقص أم ماذا؟ الأعداد لم تتغير، لا أستطيع أن أقول أنها تتناقص بل تتزايد. نقاط الخلاف التي تحدثت عنها ليست فقط في اللافتات، لكنها تضم بعض الممارسات، توزيع أوراق كهذا المشروع الذي يوزع الآن داخل ميدان التحرير حول مشروع دستور لدولة خلافية. أعتقد أنه ليس محل اتفاق من جميع الجماعات الإسلامية الموجودة. دستور لماذا لو تكرمت؟ يوجد يوزع هذا المشروع، مشروع دستور لدولة خلافية. هذا المشروع ربما أحد النقاط التي أثارت جميع القوى السياسية الموجودة داخل الميدان، لأنه كان نقطة اختلاف وكانت نقطة عدم اتفاق، بل لم يطرح أصلا أثناء الاجتماعات التي تمت خلال الأيام الماضية. الأعداد في الميدان تتزايد، الاتجاه يسير في اتجاه واحد كما ترى، اتجاه إسلامي خالص، وإن كانت القوى السياسية الأخرى ما زالت موجودة داخل الميدان، ما زالت المنصات تعمل باختلاف الأعداد والأرقام، اختلاف أرقام المريدين، أرقام التي تحيط بالمنصات الإسلامية بالطبع تفوق بمئات الألوف الأخرى، لكن الائتلافات الأخرى والقوى السياسية الأخرى ما زالت موجودة. معي الدكتور الأستاذ أود أن أسألك قبل أن تستضيف ضيفك الكريم أحمد، من قام بوضع دستور الدولة الائتلافية الذي حدثتني عنه؟ إحدى المجموعات الإسلامية هي التي تقوم بتوزيعه حتى الآن، لكنها لم تعلم أنهم يسيرون. لا يوجد جماعة واحدة داخل لا توجد، لم يتبنى أحد هذا المشروع رسميا، لكنه يقوم بعض الشباب بتوزيعه دون تحديد الجهة التي تقوم بتوزيعه. لذا الأمر ربما يخلو من الجدية، أو ربما يخلو من مسار الحوار حول ما جاء بمحتوى ما موجود داخل هذا المشروع. معنا الأستاذ مجدي حمدان، وهو أحد قيادات حزب الجبهة وقيادات القلائل التي ما زالت موجودة في الميدان. نستطيع أن نستطلع منه أستاذ مجدي، كيف ترى الأمور الآن؟ والله هو الامور، انا شايف ان منظر الاخوان هنا معانا في الميدان حاجه تفرح جدا جدا جدا. انا اول ما جيت الصبح النهارده وشفت المنظر قلت لهم والله يا جماعه انتوا وحشتونا من يوم 28/1 واحنا ما شفناكمش. فالنهارده احنا الناس دي بتأذينا كويس قوي قوي، واقفين معانا، وده احنا بنأكد ان احنا كلنا ايد واحده، اذا كان ائتلافات، اذا كانت احزاب، اذا كان اخوان، كلنا ايد واحده، وكلنا بنأكد على مطالب الثوره، وكلنا بنوجه رساله للمجلس العسكري ان الشعب المصري كله عايز تحقيق مطالب الثوره، مش عايزين تحقيق مطلب واحد او اتنين. وبنقول للدكتور عصام شرف، يا دكتور عصام احنا واقفين النهارده علشان نقول لك وتخبر لنا، وعايزين منك جدول زمني بعمل الحكومه الجديده. عايزين جدول زمني، مش عايزين عشوائيه، عايزين تقول لنا اهداف الحكومه ايه وانجازاتها هتبقى ايه في الزمن قد ايه. مجدي، الاسلاميون اليوم داخل الميدان لهم اصحاب اليد العليا كما ترى من الاعداد والهتافات، هل هذا سيغير من استراتيجيه تعاملكم مع الميدان ومع المطالب مره اخرى؟ ابدا ابدا يا اخوان، احنا ساعه ما وجهنا لهم الدعوه جم واستجابوا للدعوه، لكن احنا ما زلنا لغايه دلوقتي واقفين على مطالبنا، والاعتصام بتاعنا ممتد لغايه ما تحقق باقي مطالب الثوره، لغايه ما تحققش لغايه دلوقتي غير 2 منها بس. على ذكر الاعتصام، هناك بعض المقولات حول تعليق الاعتصام لبعض الائتلافات، ما مدى صحه هذه المقوله؟ والله احنا امبارح كان في اجتماع للائتلافات كلها، واتفقنا ان احنا النهارده هنحدد بعد المغرب اذا كنا نعلق الاعتصام لفتره محدوده ولا هنستمر فيه. وماذا اتفقتم؟ والله لسه الاجتماع لسه بعد المغرب ان شاء الله على الساعه 7 كده هيبقى في اجتماع وهنحدد فيه، بس غالبا هيبقى في اعتصام لبعض الائتلافات والاحزاب لغايه فتره محدوده، لغايه ما نشوف المحاكمه بتاعت مبارك هترسى على ايه. احمد، هل لي ان اسالك واسال ضيفك الكريم احمد، متى تصل القوى الوطنيه المختلفه سواء من الاسلاميين او غير الاسلاميين الى كلمه سواء، الى مشروع وطني واحد يتفق عليه الجميع
بدلا من التشرذم. أعتقد عمرو أن هذا الأمر لا يصعب الحسم الآن، خاصة في هذه الجمعة. ربما الأمر يحتاج إلى المزيد للوقت. على أي حال نستطلع رأي ضيفنا ممثل حزب الجبهة، متى تصلون إلى اتفاق مع الإسلاميين وكافة القوى من أجل مصر؟ احنا في اتفاق مع الاسلاميين، مفيش مشكله. اذا كان في البعض منهم بيحيد عن الخط او المسار اللي احنا محددينه، لكن ما زال بعض منهم، البعض الكثير جدا ما زال دلوقتي في الائتلاف معانا مع الثوره، وما زلنا كلنا بنسعى لهدف واحد. احنا مفيش اختلاف بيننا وبين الاسلاميين، لان احنا كلنا في الاول وفي الاخر اسلاميين. لكن انا اذا كنت ليبرالي او غيري ناصري او غيري اجتماعي، فكلنا في الاخر بنصب في مصلحه مصر. كلنا عايزين مصلحه مصر وعايزين الديمقراطيه اللي احنا سعينا لها، واحنا شعب قال لا، وهنسعى لغايه ما نحقق مطالبنا. ولا ننسى عمرو أن ما توصلت إليه أرض الواقع والحالة الحراك السياسي التي نراها خلال الأيام الماضية هي نتاج الضغط الذي مارسته القوى السياسية بتواجدها داخل الميدان، سواء كان علنية المحاكمات أو تطهير الداخلية أو تغيير الوزاري أو غيرها من القرارات التي تم اتخاذها. إذن في الموضوع متكامل بين الإسلاميين والقوى السياسية وليس متنافس بالمرة. أحمد هندي، موفد التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. جموع غفيرة من التيارات الإسلامية والقوى السياسية